له. الله يسهل له. الله يسهل له. احنا جبت ست الناس لا. الله يسهل. ما كل واحد حر في حياته. كل واحد حر يلا. وبعدين احنا نشيل ذنب ليه؟ يعني احنا نشيل ذنب ليه؟ احنا لا نجيب سيره حد ولا نتريق على حد. ما انت عارفه واحده قريبتي خطبت لابنها. اروح يا اختي الاقيها خطباله من بقى بنت ثانيه اللي كانت بتبيع في السوق فلفل وكمون اللي ما كانتش لاقيه تاكل. بقولوا بنت سودا. بقول لها سودا بس ده سودا وسودا ده فحم. تلاقي الواحده وحشه وما تدخلش ذمتك ب 2 جنيه والله. وتلاقي جوزها خاتم في صباحها. زي بنت ثانيه دي كده. بيقول لك بيموت في دباديبها. ده بكره ده ايه يبقى الحظ على هي وامها بتاعت الفلفل والكمون. بس هيبقى وجاي من بره بيقول لك مهيصه بس بيقول لك البنت مشتغلاه. هات شامبو، هات برفان، هات كريم للشعر، هات كريم للوش، منفضه مش مخليها حلته حاجه. بس الله يسهل لها. الله يسهل لها. انا قلت نعمل ايه؟ بالك انت ست الناس يا بنتي احنا بس بنعرف اخبارهم. بالك انت امبارح كنت معزومه على الفطار عند واحده قريبتي. خدت لهم معايا وانا رايحه صينيه كنافه معديه 250 جنيه وعلبه كحك معديه 150 جنيه يعني 400 جنيه. اروح الاقيها عامله لي ايه؟ سمك مشوي وتقول لي انا عارفه ان انت زهقانه من الفراخ واللحم. مين قال لك يا ولاد ان انا زهقانه من الفراخ واللحم؟ يعني انت عرفت منين انا زهقانه؟ زي ما انت مكلفه انت ده اكله السمك ده ما تساويش 300 جنيه. انا صارفه 400 جنيه وانا رايحه لها جايبه كنافه وبتاع. قال عامله لك سمك عشان انت زهقانه من الفراخ واللحم. طب وهي عارفه مش عارفه. انا عارفه. احنا مالناش دعوه. مالناش دعوه يا ستي. الله يسهل له. الله يسهل له. احنا جبت ست الناس لا. الله يسهل. ما كل واحد حر في حياته. كل واحد حر يلا. وبعدين احنا نشيل ذنب ليه؟ يعني احنا نشيل ذنب ليه؟ احنا لا نجيب سيره حد ولا نتريق على حد. بعنوان مراتك اولى. ايوه يا اخويا مراتك اولى بوقتك اللي بتضيعه بعد شغلك على القهاوي واللف مع اصحابك في الشوارع والقعده على القهوه. مراتك اولى بضحكك يا اخويا. ما تبقاش بره تضحك وتروح الدار تكشر في وشها. ومراتك اولى بفلوسك. ما تبقاش بتصرف بره وتبعزق وفي الدار تحاسبها بالسحتوت. ولو جابت حاجه لنفسها يبقى نهار اسود لو جابت حاجه لنفسها. ومراتك برضه اولى بخدماتك اللي انت بتفرجها بره على الناس. لما حد يطلب منك حاجه عينيا ليكي. ولو في اخر الدنيا تروح وتعملها ولمبه المطبخ بتاعك محروقه بقالها سنه ونص ومراتك يا قلب امها بتطبخ على نور الكشاف وبتغسل على ايديها عشان مش راضيه تجيب حد يصلح الغساله والبلاعه مكتوم. مراتك اولى بمجهودك. لما تروح مشوار مع ناس غريبه هنا وهنا وتلف معاهم وسايبها هي تعمل مشاويرها ومشاوير عيالك ومشاوير البيت ولا تاخد امها ولا تاخد اخوها ولا تاخد اختها. ما تبقاش خدوم قوي مع الغريب وبخيل ووحش مع مراتك. ما تبقاش كريم مع الغريب وجلده مع مراتك. مراتك اولى بالكلمه الحلوه. ما تخشش لوحدي عشان حاطه صوره غادة عبد الرازق وهي عامله كده وحاطه الصوره بتاعت غادة عبد الرازق وتخش تقول لها منشورتك حزينه ليه؟ طب ما تخليك في الحزينه اللي عندك. مش موافقة على العريس ده عيل نكدي كده. انا عايزه عيل فرفوش كده ورومانسي. يا بنت يا هبله ده الراجل النكدي رزق. ده اللي هو ازاي بقى يا حاجه؟ هتعملي ايه بالراجل الرومانسي؟ ايامك كلها هتبقى زي بعضيها كده وكلها رومانسيه كده وحمضانه. تعالي بقى اقول لك ميزه الراجل النكدي. اول حاجه من كتر النكد هتروحي لامك كتير عشان تشتكي لها. هيبقى كل يوم خناقه فتفكي بقى مع اصحابك وتطلعي معاهم نشاط اجتماعي. هتنزلي كل يوم معيطه في الشارع نشاط رياضي. هتقعدي تتفرجي على مسلسلات تركي نشاط ترفيهي. وممكن تشتغلي او ممكن تدرسي نشاط ثقافي. وممكن برضو لو ما استحملتيش كل ده تجرجري في المحاكم نشاط عسكري. وفوق كل ده هتقعدي طول اليوم تستغفري كسبتي اخرتك. يا فتحية خير يا رمضان. انا اول ما ادخل الجنة هسأل فرعون بنى الاهرامات ازاي. فرعون في النار يا راجل يهبل. خلاص ابقي اسأليه انتي. هو ايه اللي انت ماسكاه في ايدك ده يا فوزية؟ ده فرباتشينو يا حاج. اعمل لك معايا؟ والله وعرفت الفرباتشينو. الله يرحم ابوكي كان فاكر ليبتون رئيس امريكا. هو عايش مع ولية نكد. ما انت لو مش مبسوط معايا قولي. ايوه مش مبسوط. مش مهم انا مبسوطة. يلا نهارك لذيذ. بقول لك ايه يا ولية صحابي جم بره. حاضر يا سي مصطفى هقوم اطلع الشاورما من التلاجة حالا. لا اعملي سندوتشات جبنة في العيش بتاع الشاورما وهاتيه وانا هتصرف. حاضر. سندوتشات الشاورما يا اخواتي زي ما وعدتكم بالظبط. سامحنا يا مصطفى.
اسامحكوا على ايه بس؟ اصلنا كنا متأكدين انك بخيل ومش هتعزمنا. انا يا اخواتي انا تظنون فيا البخل. لا ما انت طلعت مش بخيل وعزمتنا اهو. مش بخيل طب بص بقى يا اخويا انت وهو، سندوتشات الشاورما اللي معانا دي فيهم 2 شاورما و1 جبنة. لو الجبنة طلع مع حد فيكو هيعزمنا بكرة على خروف كامل. خروف كامل؟ يلا كولوا الف هنا. مالك يا محمد زعلان ليه؟ شكل الجبنة كانت معاك. جبنة ايه؟ لا انا الشاورما بس قفلت على نفسي عشان كانت كتيرة في السندوتش. شكلها مع عمر حتى في جبنة على بق اهو. جبنة ايه يا عم انت؟ ده مايونيز.